يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ايه يا رجاله عاملين ايه؟ وحشتوني والله. الفيديو الاخير ده انا صورته من شهرين، من قبل اكتوبر، فانا دلوقتي بقالي شهرين ما قعدتش قدام الكاميرا تقريبا. انتوا ممكن تلاحظوا كمان ان انا بقيت معضل اكتر. كنت بجرايند في الجيم الفتره اللي فاتت، الحاجه الوحيده اللي كنت بعملها اصحى من النوم اروح الجيم. دي كانت حياتي. بعمل ايه؟ بروح الجيم. شخصيتي كانت بتنتهي من بعد ما تسالني بعمل ايه في حياتي. بروح الجيم بس، دي شخصيتي، الجيم. عايز اوريكم الرجل والله، بس انا لابس زي ما انتم شايفين عشان برضو في بنات عندي، فانا مش عايز اغري بنات المسلمين. عارف ان انا بقالي فتره مش في الفورمه. ليه بقى؟ لان النفسيه والحاله العامه ما كانتش ايه احسن حاجه، فانا ما بقتش فاهمين الموضوع ايه مرتبط بالنفسيه والحاله العامه. بس انا بقيت حافصل دلوقتي، يعني بقيت حافصل ما بين ده وما بين ده. وصح انا نزلت لكم على بتاعه الشانل دي، عايزين انزل امتى فيديوهات بانتظام؟ انتوا قلتوا لي الخميس، فانا شكل كده هنتظم على يوم الخميس، انزل كل خميس كل اسبوع فيديو. من الاخر كده انا ساكن في اسكندريه، Me puse a bailar cueca a los choros. لو ما نزلتش فيديو كل خميس عايزكم تيجوا وتعملوا احتجاج تحت بيتي، ترفعوا بقى شعارات كلها ايه بتوصفني ان انا علق لو ما انتظمتش بالجدول. فيديو النهارده هدخل اشوف بعض الميمز والفيديوهات المضحكه اللي انتوا بعتوها لي على تيك توك. بصوا يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك عشان الشانل بتاعتي اصيبت بوعكه صحيه، عشان بقالي شهرين بحالهم مش بنزل، وده بيفشخ الريتش. ده انا اهو، ده الاكونت بتاعي، لو حد منكم عايز يشارك معايا الضحك. يا نهار ابيض على مريم بتشير لي بتمنشن لي فيديوهات اكتر من صاحبتي. مشويات ابو فيز. انا صاحب الشيء ده. انا اللي عرفتهم على الشيء ده بلا فخر. الصوره بتاعتي على انستجرام مصورها امتى؟ 2022، من سنه. يا ريت لو اي حد من صحاب مشويات ابو طيب يكلمني، عايز نسبه من الارباح. انا عايز افهم، هو الجيار بجد عمل كل حاجه في الحياه ممكن تتعمل؟ كل حاجه، بصوا كل حاجه. هل انت ممكن تكون فكرت ان الجيار مثلا يعمل كوسبلاي لتوبي ماجواير؟ لكل الناس اللي كانت بتغلط قبل كده، انا بطلت المحتوى. مين اللي كان بيغلط؟ انا عايز افهم بس، مين اللي كان بيغلط على الجيار؟ انت يعني انت ذوقك فين؟ ذوقك في القاع للدرجه انك تغلط على الجيار؟ اللي كان انا بطلت المحتوى القديم ودلوقتي عامل محتوى جديد، والناس بسم الله ما شاء الله، والناس اللي كانت بتنتقد هقول لهم نقطه. الله 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 نقطه. خلي بالك. بس انا قلت ما ياخدش وقت، هجيب بيضتين واكسرهم كده يا معلم، وبعد كده يا معلم هنزل. بيعجبني في الجيار الديكور بتاع اي حاجه بيعملها. عندك ورا هنا مش عارف ده ايه، بكار ده ولا نصوحي ما اعرفش، وهنا دي البتاع الملايه بتاعت رمضان تقريبا، وهنا في جرجير عليهم بمعلقتين نشا، وابتدي اللي انا اقلبهم كده في بعض لغايه ما يتجانسوا، وانزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر. وانا عايز افهم ايه الميوزك باك جراوند اللي حاططها دي مثلا متخيلها مثلا على واحد بيعمل ترانسفورميشن بتاعته، مش واحد خالص بيعمل اكل. يعني المفروض اللي بيعمل اكل ده يحط موسيقى هاديه كده خفيفه صغنونه، انما حاطط بوم 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 بوم. ما ياخدش وقت، هجيب بيضتين واكسرهم كده يا معلم، وبعد كده يا معلم هنزل عليهم بمعلقتين نشا، وابتدي اللي انا اقلبهم كده في بعض لغايه ما يتجانسوا، وانزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر وشويه لبن صغيرين، والتوابل بتاعتي فلفل اسود ملح كمون، واخدهم كلها بقت عارفه كل حاجه. ده انتوا بابا هناك. الله الله الله، دي اكيد فوتوشوب، دي اكيد فوتوشوب، استحاله اصدقها، دي اكيد فوتوشوب اي مبدئيا كده. عايش كل حريم. يعني ايه بقى كل الفيديوهات عن تامر الجيار؟ خلاص بقى حسسنيش ان انا كنت ابن خالته يعني. Now I am become death, the destroyer of worlds. هو الجيار اتشهر تقريبا ولا طلع ترند ولا ايه؟ انا مش فاهم. الناس كل فتره بيجي لها كده مزاج انها تطلع حد ترند. باسم سمره، علي ربيع، تامر الجيار. انا الشاب النجر يالا. ده انت شاب نجر. طب يعني ايه طيب؟ ده مش فاهم يعني ايه. ليه ام جاسر كوميدي؟ مش ام جاسر وفي ام خالد، مش عارف في ام ايه، كان في كده واحده متعاركه معاها ام خالد،
ام حاجه برضه، بس دي فرع الكوميديا، التانيين فرع الاكل بقى والطبخ وكده. انا مش عارف انا ايه الفيديوهات اللي بتتشير لي دي؟ الفيديوهات دي مش بتشير لي صاحبتي بجد يعني. انا مش فاهم. اي لاف يو يا جدعان، بقول لكم عايز حاجه تضحكني، انا ما عنديش جواف في المشاعر. تلبس اي في اول يوم جامعه، ما تلبس يصل اللي عندك في الدولاب. هتصدعنا ليه؟ يعني انت رايح تعمل استعراض، انت رايح تاخد علم، مش رايح تنافس التانيين على مين لبسه احسن. اعمل كده في حاله واحده بس، لو انت شعرك كل شبهه اعمل كده، لو انت واحد شبهنا عادي ما تعملش كده، ما تعنطزهاش علينا. انت هتخش لهم كده بقى، هتخش السكشن ولا هتخش على جامعه كده على امن تقول لهم كده تلبس ايه وانت نازل الرحاب؟ يعني الرحاب تقريبا في كده، يعني في كده اوتفيت معين عشان تخش الرحاب، يونيفورم معين هناك، دريس كود معين للرحاب بيلبسوه، لو انت لبست غيره مش هينفع تخش الرحاب. فين الحركه الاخيره؟ البوز الاخير ما عملتش كده، مش هتخش لهم كده للاسف. الرحاب مش هتخش لها كده. اوتفيت عشان البرد ده، عارفين انتوا لما الدنيا تبرد كده ويجي لكم الشتاء لازم تلبسوا له اوتفيت معين. طبعا اكيد مش ده انت رحت الرحاب باوتفيت معين. الشتاء يا راجل مش هتقدر الشتاء. تلبس ايه في الجو ده؟ تلبس ايه في الجو ده بارت 2. يعني ايه البس ايه في الجو ده؟ انا على حسب الطقس ماشي ازاي. الطقس حر بقى العب الفانيلا الحمالات السوداء اهي بصوا، انا محضرها والله اهي بصوا اهي. الدنيا نص نص الفانيلا الانيقه بتاعتي، الدنيا كترت معايا. فين يا ابني؟ عندك ده تلبسه على التيشيرتايه دي وخلصت على كده خلاص. تلبس ايه في عيد ميلادها؟ وقلب ابيض. يعني عايز اعرف هلبس ايه في عيد ميلادها. مثلا هلبس اراجوز؟ انا مش فاهم يعني. هلبس هدوم حلوه وخلاص. تلبس ايه وانت نازل تبسط نفسك؟ ليها اوتفيت برضه دي، خلي بالك. تقريبا الهدوم دي بتديه هرمون دوبامين، اول ما بيلبسها كده بيبسط نفسه على طول، بتساعده في انه يبسط نفسه. هي الناس اتلحست ولا انا اللي بقيت ولا انا اللي قديم؟ بص الابتسامه اترسمت على وشه ازاي اول ما لبسه، بسط نفسه فعلا. انت كده مش نازل تبسط نفسك، انت كده نازل تبسط البنات. ياسمين بنات مين اللي تتبسط بده؟ اوتفيت تنزل بيه مع اصحابك. يعني هو جاب حرفيا حاجه بقى الواحد ما بيخطط لهاش، بيشوف ايه اللي في الدولاب موجود وبيلبس وبينزل على طول. بصوا شويه الاغراء اللي بيعملوهم في الاول دول، انا بجد شعر بطي بيقف صدقوني. بصوا بصوا يا نهار ابيض على ايه، على السكس باكس قلبي انزل انا مع اصحابي بده ما يقعدوش معايا تاني لو نزلت معاهم بحاجه شبه كده. بجد يا اسطى لو عايز تحافظ على علاقتك مع اصحابك اوعى تنزل معاهم بحاجه شبه كده. تلبس اي لو عايز تبقى مميز، تلبس اي وانت رايح تصالحها. انا انا ما عنديش شخصيه من هنا ورايح، انا ما عنديش شخصيتي في الهدوم كلها هاخدها منين؟ من احمد كوري. هو احمد كوري هو ده هيبقى من هنا ورايح. انا نازل رايح ابسط نفسي، احمد كوري. رايح مع اصحابي، احمد كوري. رايح مع صاحبتي ديت الصبح، خلي بالك، احمد كوري. رايح معاها ديت بالليل، اخدها في الرحاب، احمد كوري. رايح انا وهي بقى ايه عيد ميلادها بقى، احمد كوري. اتخاصمنا انا وهي وعايز اصالحها، البس ايه؟ احمد كوري. اكلمه. لو عايز بقى بعد كده في حياتي انا بقى عموما بقى ابقى مميز، احمد كوري. من هنا ورايح احنا كلنا ناخد الشخص ده قدوه في اللبس. تلبس ايه لو عايز تبقى مميز؟ اقلع هدومك خالص، صدقني هتبقى مميز فشخ، هتبقى مميز فشخ يعني بجد. تلبس اي وانت رايح تصالحهم، انا عايز اعرف بجد. طب يعني الهدوم دي مثلا بتساعد ان الجو يبقى حلو ما بيننا، مثلا بتساعد في اي حاجه عشان البسها هي بالذات تقريبا كده. يعني القمصان المفتوحه على التيشيرتات البيزك البيضه، على السنيكرز البيضه برضو بتعمل حاجه في البنات تقريبا كده، بتفتح نفسهم مثلا. تلبس اي وانت نازل تدلعها، انا حاسه بيتدخل في تفاصيل ملوش علاقه بيها والله. يعني انت بتتدخل، اروح عيد ميلادها، انزل اخرجها بالليل والصبح، انت مالك؟ 2020 يعني ايه موديل اصلا؟ بصوا يا جدعان، كان شخص شبهنا، كان واحد عادي، كان واحد شبهي وشبهك، شبه صاحبك عادي والله، كان بني ادم طبيعي شبهنا. لا حول ولا قوه الا بالله. تحول لجونكوك. تلبس اي وانت نازل الزمالك، تقريبا برضو الزمالك ليها دريس كود معين. تمام، لبس سلاسل ونضاره وشنطه توت. معلش انا عايز اعمل تصريح في الهوا، معلش. اي راجل بيلبس الشنطه دي بحس في حاجه غلط في هرمون التستوستيرون بتاعك. اي راجل بيلبس شنطه شبه دي بيمسكها بحس ان في حاجه غلط في هرمون التستوستيرون بتاعك. فانت انت قصدك يعني ان انا عشان انزل الزمالك لازم ابقى
هرمون التستوستيرون بتاعه قليل. اليوم لقينا الارض محروته بالقوه يعني ومحروته بالليل كحرته بالليل. السلام عليكم. عربيتك نوعها ايه؟ فيراري 12. دلوقتي احنا في جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، هنسأل الطلبة تصرف كام في اليوم؟ ومعانا فيزا. ايه هو ده اسمه فيزا؟ تصرف كام في اليوم؟ يورو ولا دولار؟ ما فيزا طبعا. يورو. من 150 ل 200 مثلا في اليوم، لو خارج بصرف 250 مثلا. عربيتك نوع انا عايز افهم، يعني انت واحد في مصر ايه اللي يخليك تصرف باليورو؟ انا مش فاهم ولا يعني. عربيتك نوعها ايه؟ انا جيت بالبورش بانميرا النهارده وفي ماكلارين بي 1. شكرا. خليها استبن كده يعني، للحاجات اللي فاهم، مشاوير الصغيره. ومعانا هنا تصرفي كام في اليوم؟ يعني من 100 ل 200 يورو كده. عربيتك نوع هي دي جامعه القاهره؟ هما اللي بيتعاملوا هناك باليورو بس ولا انا مش فاهم الصراحه. ومعانا عمر محمود يا باشا. تصرف كام في الجامعة؟ يعني افريج $2000. عربيتك نوعها ايه؟ بص البوب كان عندي جايب لي البوب average $2,000. بص البوب كان عندي جايب لي بي ام دبليو اكس 7 BMW حاجه تانية يعني. حاجه تانية يعني. تجيب ايه بقى مثلا؟ بصراحه انا كنت عاوز فيراري جي تي اكس 19. بيتكلم فرانكو حرفيا بسرها، عايز فيراري. ومعانا سهل. فهد معاك فهد. تصرفي كام في اليوم؟ $100. نوع عربيتك ايه؟ مرسيدس CLS. مفيش حد في الجامعه دي في الطبقه المتوسطه؟ دي جامعه القاهره بجد. انا اشرف مسلحي. تصرف كام في اليوم؟ بصرف من 200 ل 300 كده. 300 ايه؟ 300 جنيه. جنيه ولا جنيه مصري ولا استرليني؟ لا جنيه استرليني طبعا مصري. ده كده عندهم بقى من الخوارج هناك، ده كده خارج عن المله. تصرف بالجنيه؟ ايه القرف ده؟ جنيه استرليني. عايز بس اسرش، هي جامعه القاهره كده بجد الناس كلها بتروح الجامعه بهدوم غاليه وبراندات. انزل يا مصيد. طب ما هو ده شخص اهو شبهنا بقى، ايه اللي انتوا ايه الدولارات واليورو؟ اكيد جامعه امسيه الناس اللي فيها من ايجيبت. علي المايك واعمل لايك. اعمل لايك. طب ما هو انتوا كده فعلا. تدفعي كام في يوم في الجامعة؟ بدفع من like 300 ل 400. ايوه كده كده انا افهمها، هي كده راكبه. تدفعي كام في يومك في الجامعة؟ يعني مش اقل من 1000 جنيه مثلا. بتعملي بيهم ايه؟ مش هتفاجئ. بتدفع كام في يومك في الجامعة؟ 10. 10 ايه؟ 10 دينار كويتي طبعا. الله. نعيما يا حياتي، نعيما يا منايا، نعيما يا حياتي، نعيما. انا شايف ان عم احمد نور الدين بيمثل الشباب، بيمثل كل مراحل يومك كشاب، مراحل حياتك، مراحل كل حاجه. مفيش شخص سبيسيفيك شبهه كده. الراجل ده كده يا عم محمد. ماشي يا حبيبي. نفس الحلاقه دي كده ظبطني يا عم محمد. ماشي يا حبيبي. حبيبي يا عم محمد. ماشي. انت خليتني امور. ده لسه. انت ظبطتني. ده لسه. هو في اكتر الرعشه من كده حلاوه؟ لسه احنا خلصنا. والسبايك هتعملوا لي؟ ايوه يا بابا، سبايك اللي انت عايزه. الله انجليزي. ايه ده؟ هو انا دماغي خفيفه، مش عارف. شعري خفيف يا عم محمد. انا زعلان يا عم محمد. طب نعمل ايه؟ لما ابوك يعطيها النظر للحلاق، نفسي كده في حلاق شخصيته ضعيفه يسمع كلامي، ما يفرضش رايه عليا. يا جماعه بصوا كده الفيديو ده. واحد من شله على ده بيقول لي انت ده ولا اخوك الكبير ولا مين ده؟ شايفين ان ده شبهي كشكل؟ يعني مش شايف قوي الصراحه، يعني في من العين كده، مناخير ممكن، الحواجب ها كده يعني. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. طب البنت الصغننه عطاها وضعيه محمد جودة. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. طنط مي شخصيا. اديني بقى في العتاقي بقى. يا ذا ووكينج ديد بيصوروا السيزون الاخير في مصر ولا ايه؟ يقدر يرفع، يقدر يعدي، يقدر يمرر، يقدر يعمل الخطوط، يقدر يكون الاصوات اللي بيطلعها في الجيم مع اخر عد. دي لياهو يا لعيب. مزاج لما يبقى رايق بتاع لياهو بيبقى حاجه تانية. الله. هم قالوا مذيعين الكوره النهارده شهوانيين ليه كده؟ صوت صفير البلبل الله. هيج قلبي الثمن
الماء والزهر معا مع زهر لحظ مدرسة العاشر. مدرسة مليانة تعشير. الجيار جايب كل حاجة في المقاطعة. واحد كاتب الجيار تقريبا عامل مقاطعة للقضية الفلسطينية. بص ماينس 20 كريدت سوشيال ميديا جيار. ايه اللي جيار؟ تعالى بقى وحش، النهارده هعمل معاك شويه طحين. عمل كل حركات محمد رمضان. ثقة في الله نجاح. دلوقتي الجيار داخل في فيز انه شوف الشربيني، هي بتيجي فتره كده بيبقى بيخش كده في فيز معينه بيبقى بيقلب فيها الشيف الشربيني حرفيا، وهيرجع تاني بعد كده على الكوبري. انت حبيتيه وما حبيتنيش صح؟ هو انت ليه ما حبيتنيش؟ انا ناقصني حاجه. وانت راجل هيتمان كده قد الدنيا. بص النضاره اللي فوق. This is damage to the front end of your car, which hit his car in the rear. ما بقتش باكل وبقيت مدمن مخدرات. اللي جنبه حتى ما اقتنعش، قال له هات المايك هات المايك هات المايك. انا الاستاذه انجي المغربي، خبير التجميل انجي المغربي. استاذه انجي، يعني قولي لي. استاذه انجي، انت وحماده لاقيين على بعض يا استاذه انجي. بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا لي فولو على الانستجرام عشان لما يبقى في حاجه زي كده تاني تبعتوا لي فيديوهات. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي وانا عامل ان شاء الله فورمه الجيار. وسلام.